السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله هنعرفكم طريقة عمل الفسيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنعمله فسيخ بس في البيت. تمام. أولا احنا هنجيبه البوري. طبعا بيبقى بوري أقل حاجة 2 في الكيلو، ده أقل حاجة في التمليح. ظهر السمكة بيبقى عالي كده ملحم. تمام. هتجيب السمك، هتنشره من الصبح لحد بالليل بحيث اللي هو يصفي المية بتاعته والدم اللي فيه كله، يبقى زي ما احنا شايفين كده. ده كان بيتنشر طول النهار، هنبدأ نشتغل فيه دلوقتي. احنا التركيبة اللي عندنا ملح، كركم، شط. طبعا انتوا تابعتوا الفيديو بتاع السردين، نفس هي الحاجه بتاعته برضو، هي ملح، شطه وكركم. هنجيبوا البوريه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هتفتح النخشوش بتاعها، هتملاه من الملح والشطه والكركم اللي احنا عاملينها اهو، وتكبس طبعا بايدك كده اهو زي ما الكاميرا مورياكوا. تكبس كده اهو. الناحيه التانيه برضو نفس الكلام، تكبس كده اهو. تمام. تكبس وتركنها على جنب اهو. جيبوا غيرها، تملى النغاشيش بتاعتها كده بالملح والشطه والكركم اهو. تمام. الناحيه التانيه نفس الكلام برضو. اهو. تمام كده اهو، باينين اهو بالصوره. وبرضه هتجيب التانيين، اخر واحده اهي، تملاها. الناحيه التانيه برضه في السمك اهو. اسهل ما يمكن، يعني تفسيخ في البيت ده اسهل حاجه ممكن تعملوها، وانضف من اللي احنا بنشتروه بره، اللي احنا مش عارفين مصدر السمكايه اذا كانت هي ميته ولا اذا كان هي حيه. سمك نضيف، سمك مش عارفين له مصادر. خلاص. بيبقى الأغلبية بيبقى سمك برضو فاسد يا شيخ أحمد. طبعا ما هو عايز يكسب ازاي باسهل طريقه. تمام. ادي اهو زي ما احنا شايفين، الكاميرا موضحه اهي، الروس كلها النغشيشه اتملت. تمام. هنيجي بقى بالحاجه التانيه اللي احنا برضو محضرينها، اللي هي زيت والملح والكركم اهو. تمام. هتروح ماسك السمكيه بس كده، دهنها اهو زي ما الكاميرا مورياكوا اهوت. طبعا انا بستحسن في التفسيخ او السردين الزيت احسن من الميه، عشان بس ايه ما يربيش عفن يعني حاجه نضيفه. الزيت الزيت أفضل. افضل. افضليته حتى في الطعم بتاع اللحمه، بيخلي اللحمه طعمها التيست بتاعها احسن من الميه اهوت زي ما انتم شايفين اهي اهوت. اهو. تمام. طبعا احنا هنحطوه في كيسه هنا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، كيس اهو. طبعا انا ما حطيتش في علبه لان انا ايه اللي انا عمال بملح له حاليا ما جابش العلبه بتاعته، فانا الطريقه دي بملح فيها حتى في البيت عندي. انا بملح في كيس احسن من العلبه، لان الكيس ما بتسربش هواء ولا بتدخل هواء ولا بتعمل اي حاجه للسمك، لا بالعكس هي بتحافظ على السمكه من اي حراره داخله لها او من اي حاجه داخله لها. اهو قفلتها حلو كده اهو. طبعا اللي هيفسخ في البيت اكيد عنده علب فهيفسخ في العلب. تمام. انا بقى عشان اضمن ان الهواء ما يخشش من السمكيه عندي هنا، بخش على الاسترتش عندي اهو. الاسترتش بتاعي ده بس احنا مش ممكن نفتح الفسيخ ده شيء. لا الأفضل هو الافضل ما يتفتحش، هو بيحافظ على نفسه بنفسه كده لحد ما تيجي تفتح عليه. انت بقى بتنضف لما تفتح عليه اهو زي ما انتم شايفين. انا بعمل حاجه اسمها التكفين، بكفنه عشان ولا يخش له هواء ولا يخش له اي عفن اهو زي ما انتم شايفين اهو اهو. تمام. باينه جدا اهي، ولا هواء ولا اي حاجه، حتى التهويه بتاعته موجوده اهوت. طبعا بيفضل البوري عندي ده الصحي بتاعه 14 يوم، 7 ايام يفضل على الوضعيه دي، السبع ايام التانيين بيروحوا قلبينه على الوضعيه العكسيه. تمام. ويتفتح بألف هنا وألف شفا يا رب. انا هوريكم حاجه انا عاملها قديمه برضو. اهم حاجه التهويه، المكان اللي هتشال فيه الفسيخ او اللي هتفسخ فيه ما يخشلوش اي هواء، مكان ضلمه عتمه خالص اهو. بصوا
ده السردين، ده الفسيخ اللي انا مملحه، ده بقى له 6 ايام. تمام. والله مش عايز اقول لكم ريحته عامله ازاي، حاجه يعني الحمد لله رب العالمين، محترمه محترمه. طبعا ولا العفن اللي احنا بنشموه في الشارع ولا العفن اللي احنا بنشوفوها دي خالص، لا بالعكس. تعال تجرب وبامر الله، لحمه حمرا حمرا حمرا، اقسم بالله بيطلع اللحمه حمرا حمرا حمرا. وبألف هنا والف شفا يا رب، وان شاء الله نقول الاعجاب بتاعكم بامر الله عز وجل. وكل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا شيف. يعني ده كده ممكن ناكله منه يعني 10 ايام كده مثلا؟ 10 ايام بقى، وباذن الله يوم العيد تفتحه بامر يوم الله عز العيد. وجل. اول يوم. تمام. بس اهم حاجه النهارده مثلا نقول 15، يعني معانا 15 يوم، قول 7 ايام و6 ايام، 7 ايام على الوضع الافقي ده، والسبع ايام التانيين بتروح قلبينه القلبه دي كده، بس كده. ونسيبه في مكان ونسيبه في عتمة مكان خالص. عتمه ولا هواء ولا اي حراره تخش له. تمام. تمام. والف انا والف شفا. هو زي ما احنا شايفين ده الزيت طبعا يا بتاعه شيف افضل من ان احنا لا لا نشتريه لا 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 جاهز. لا. بيبقى غالي. احنا عارفين مصدره، حاجه عاملينها بايدينا. طبعا تمليحه او تفسيخه تفسيخ زيت احسن من الميه، ما بيعملش بكتيريا زي اللي احنا بنشوفها بره، ما بيعملش ريحه زي اللي احنا بنشوفها بره، لا بالعكس، ريحه نظيفه جدا، طعم نضيف جدا، حاجه بامانه اكل ابنك وانت مش خايف. تمام. طب يا شيف احمد، يعني احنا في البدايه عملنا ايه فيه برضو عشان يعني نذكر تاني؟ بنجيب السمكه، اه. بندق السمكه اقل حاجه 2 في الكيلو، يعني السمكه نص كيلو، يبقى الظهر بتاعها ظهر عالي. معنى كلمه عالي يعني ظهر عريض، تبقى ملحمه مش معضمه، لان اللحم بتاع السمك لو اتفسخ وهو مش ملحم، اما ما تيجي تفتح عليه مش هتلاقي فيه لحم. تمام. خلاص بنجيبوه ننشروه. يعني ايه ننشروه؟ بنوقفوه على الوضع الرأسي، يعني راسه تحت والديل بتاعه فوق. عايز تربطه بخيط ماشي، عايز توقفه على اي حاجه لحد اخر النهار ماشي، يكون نزل الميه اللي فيه والدم بتاعه كله. تمام. بعد كده بنجيب الكركم والشطه والملح زي ما وريتكم في الفيديو، بنخلطهم على بعض، بنحشي الخياشيم، بنكبس، لازم تحشيها كبس جامد لحد ما تتملى على الاخر زي ما انت شفت في الفيديو. تمام. وبنجيبوا زيت بالكركم بالشطه، بندربهم في بعض، ندهن بيه السمكايه زي ما انت شفت كده. تمام. تمام. ونسيبهم 14 يوم. 14 يوم. 7 و7. مش اقل من كده؟ لا مش اقل من كده، عشان تاكل حاجه مظبوط، عشان تاكل اللحمه بتاعها مظبوط. في ناس بقى ممكن بعد 5 ايام بتفتح عليه، اه. بس طبعا الصح والتفسير الأفضل الصح لا الافضل بتاعه 14 يوم، 7 و7. تمام. 7 ايام رأسي، 7 ايام تانيين افقي. اللهم صل على النبي. بص يعني الشويه اللي احنا اتكلمنا فيهم يعني هو منظر. بيفرط ميه؟ طبعا لازم يسرد الميه، هو بيسرد الميه بيفرط بتاعته. ميه حتى بعد ما احنا بس سيبناه بعد برضو لا لازم اللحم بتاعه يجيب الميه اللي جوه اللحم بقى، اللحمه الميه اللي جوه في اللحم ذات نفسه تسرده. بس مع الزيت مفيش تفاعل اي عفن فيه خالص مع تفاعل الزيت. اهو بسم الله ما شاء الله الشويه اللي احنا اتكلمنا فيهم، اللهم صل على النبي. تمام. لكن في ناس مثلا ممكن تفتحه، يعني تفتح الفسيخ ده ولا لا؟ لا صح. مش هو الافضل ليه الوزن المقفول، اللي هو محافظ على زي ما احنا بنقول كده على الكواليتي بتاعه زي ما هو جوه منه. لكن انت هتفتحه هيمتص اللحم، الملح والكركم ده هيخلي اللحم يعض، هيمص، هيضعفه، هيزيله، هيخليه هزيل. هيخليه يتهرى برضه. ايوه يتهرى في معاك، في ما الأكل. يتاكلش صح ما كده؟ الله ينور عليك. هيتهرى منه. لكن هو طول ما البطن مقفوله، هو اللحمه الطبقه الخارجيه للجلد محافظه على السمكه كلها من جوه، تمام. او زي ما انت شايفها كده. تمام يا شيف. طب بالنسبه واحنا بنشتري البوري ده، نعرف منين البوري الحلو من اللي هو مثلا فاسد او كده؟ لا السمكايه اولا، السمكايه محافظه على يعني ما بتبقاش هزيله، بتتك على السمكه ناشفه ماسكه نفسها، ما تبقاش السمكه طريه خالص كده. تمام. بص في عين السمكه بقى، احنا هنتكلم بالشعب بقى زي ما احنا اتعلمناها زمان من اهالينا، يقول لك بص في عين السمكه، السمكه تكون منيه اسود صافي صريح، والخياشيم مورده، مش مورده غامقه، مورده فاتحه، مورده غامقه شبه لون الدم كده. السمك ده صابح، السمك ده نضيف جدا. اما السمكه لما تتك عليها طريه كده تعرف ملهاش إن هي عين، بايظة. بايته وطول ما منين ابيض خلاص نن العين. تمام. تمام. طيب انت بتملح يا شيف الشغل ده؟ عندك سردين؟ اي حاجه بملحها، اي فسيخ. فسيخ سردين بملحها. تمام. احنا تمام. مكاننا فين كده يا شيف؟ مكاننا الرمل ميري، شارع كاشف، اول سوق القسعي قبل فرن رضوان. تمام. بتبيع الكيلو بكام؟ ببيع الكيلو، انت بتجيب لي البوري، انت مش بتجيب لي البوري، انا بجيب البوري ب 90 جنيه، بملحه ب 15، يعني ب 105. ناكل بوري مظبوط باذن الله تعالى هتدعي لي. ان شاء الله. اهم حاجه اللي احنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونحافظ على بعض، ونتقي الله ببعض شويه. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب يا شيف. كده يا جماعه وصلنا لنهايه الفيديو. كان معانا طريقه الفسيخ مع الشيف احمد. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا معانا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.